السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهارده هنعمل مع بعض شوية قراقيش تحفة جدًا، منتهى السهولة ومش هياخدوا وقت معانا خالص في تحضيرهم، لأن طبعًا ما فيهمش خميرة. هنعملها النهارده بالبيكنج باودر، منتهى الجمال، حلوة وهشة فظيعة. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا ايه. معايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. الكوبايه اللي انا وريتها لكم دي هي اللي عايرت بيها الدقيق، تمام. ومعايا بقى كوبايه زيت وكوبايه الا ربع من السمنه. اي نوع سمنه انت عايزاه، ممكن تحطي سمنه او زبده زي ما انت عايزه، بس المهم ان انا اسيحهم كده على البوتاجاز وبعدين احطهم على الدقيق، تمام. ومعايا كيس بيكنج باودر، وكمان معلقتين كبار من السمسم المحمص، ومعلقه صغيره ممسوحه من الملح. هبست بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه لحد ما الدقيق يتشرب السمنة والزيت. بعد ما بسيت العجين كويس قوي، هضيف بقى بقية المكونات اللي هي نص كوباية من السكر، وكمان معايا كوباية كاملة كده من اللبن القاطع، او ممكن تستخدمي الحليب العادي مفيش مشكلة، تمام. هضيف كده وهقلب العجين كله في بعضه لحد ما اوصل للعجينة اللينة اللي مش بتلزق. هاضيف تاني بقية اللبن القاطع اللي معايا، وكمان هاضيف ربع كوباية من المَيّة. طبعًا كل دقيق يختلف عن التاني، فهتضيفي السوايل اللي معاكِ شوية بشوية لحد ما تبقى العجينة معاكِ بالشكل ده، تمام، ما بتلزقش وكمان لينة. هاسيبها بقى ترتاح لمدة 10 دقايق، طبعًا هي مش هتتخمر خالص، وهابتدي أشتغل فيها على طول. هاقسّم العجينة عشان بس يبقى سهل معايا في الفرد والتشكيل. هافرد بقى العجينة كويس أوي وأخلّيها كلّها مستوى واحد علشان أطلّعها كلّها تقريبًا كده مقاس واحد ويبقى شكلها حلو. هاقطّع بقى بسكينة أو ممكن تقطّعي بال بالقطّاعة بتاعة البيتزا أو العجلة اللي أنا هاورّيها لِك دلوقتي، اللي هي زي دي كده، حلوة أوي وبتدّي شكل كده للقراقيش حلو في النهاية. طبعًا المردانة هنا أنا حاولت إن أنا أفرد بيها علشان بس أساوي مكان صوابعي عشان ما تبقاش مبصّمة كده. بس كده قسّمتها وقطّعت القراقيش زي ما أنتم شايفين، نرصّها بقى في الصاج أو في الصينية. هاخلّص بقى كل الكمية بتاعتي، والفرن بقى في الوقت ده كان ساخن، لإن طبعًا مش هتاخد معاكِ وقت في التقطيع خالص. وكمان عايزة أقول لِك آدي شكل العجينة بيبقى زي كده، مش بتبقى يابسة، فما تطلعش معاكِ بقى مكتومة كده وتقيلة، تمام. طبعًا دخّلت القراقيش فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180، والرف اللي في النُص باحط عليه الشبكة وباحط عليه السيجان بتاعتي أو الصواني، بتطلّع معاكِ التسوية تحفة ولونها دهب. زي ما أنتم شايفين كده، روعة وريحتها جميلة وهشة جدًا من جوّه، مش عايزة بس غير كوباية الشاي الحلوة دي. عايزة أقول لكم إن أنا وقت ما كنت باعمل القراقيش الدنيا برّه كانت مطرة شديدة جدًا ما شاء الله، وكمان رعد بقى وبرق وحاجات كده، الحمد لله. شايفين الجمال؟ حلوة جدًا. وبس كده يا حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، أتمنى تكون الوصفة عجبتكم وإن شاء الله تجربوها، وبألف هنا وشفا، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.